هضرنا في الفيديو اللي قبل على اجراءات غلق الحساب في حالات ما عندكش التزامات. اليوم غنطرقوا الحاله الثانيه عندك التزامات. نهار غتبغي تسد الكونط غتبع هاد الخطوات باش تربح الوقت وما يترفضش لك الطلب ديالك. الخطوه الاولى غدير دوموند ريزيلياسيون ديال وسائل الاداء اللي عندك، لا كارت كيشي، لو كارني دو شيك، لتر دو شونج، الا كنتي تاجر. ولكن علاش كنسميوهم التزامات؟ انا نعطيوك مثال ديال لو كارني دو شيك. نهار غتقرر تسد الكونط ديالك خاصك ترد البال لي شيك اللي ديجا عطيتي واش تخلصوا او لا. الا ما تخلصوش حاول تخلصوهم او لا ترجعوهم عاد تسد الكونط. بالنسبه للشيكات اللي باقيين خاويين غادي تقطعهم، حيت في حاله تستعملوا من مورا ما سديتي لو كونط راه انت اللي غتحمل المسؤوليه. الا طاح واحد فيهم والكونط مسدود غيتحسب عليك انسيدون دو بايمون. الخطوه الثانيه غتفيريفي مع الكوميرسيال ديال لا بنك لا ليست ديال جميع المنتوجات التامين او التوفير اللي داير معاهم. نعطيو مثال ديال كونطرا داسيورونس باش توفر الوليدات، غادي تمشي تقرا لو كونطرا ديالك وتشوف شنو هما الشروط ديال الالغاء ديال الكونطرا باش دير لو غاشا ديال الكابيتال نتاعك. الخطوه الثالثه غتشوف الكريديات اللي عندك، استهلاك، الدار، الطوموبيل، شي ديكوفير. كانوا الفلوس موجودين غتخلصهم وتشد لا مان لوفي ديالك او لا لاتيستاسيون بانك راك خلصتي لو كريدي كونسوماسيون تاعك. ما كانوش الفلوس غادي تطلب من البنكه اللي غتفتح عندها الكونط جديد باش دير لك لو غاشا دو كريدي. وما تنساش تشد لا مان لوفي ديالك وثيقه رفع اليد من مورا ما دار لو غاشا. الخطوه الرابعه غتطرق الموضوع لي فري دو توني دو كونط على حساب واش كيتخلصوا كل شهر اولا كل 3 شهور. غادي تشوف مع البنكه واش تقدر تخلصهم قبل الوقت اللي غيتهزوا فيهم اولا خاصك تسنى حتى يتهزوا عاد تسد الكونط ديالك. تبعتي هاد الخطوات كاملين البنكه كتكون ملزمه تجاوبك في ظرف شهر بان راه تسد الكونط ديالك، وإلا ما جاوباتكش تقدر تدوز لمسطره الشكايه. مازال ما تيليشارجيتيش طلب غلق الحساب؟ اكتب طلب في الكومونتير يوصلك في الدي ام.